فيلم ذا هيتشهايكر جايد تو ذا جالاكسي. بيبتدي الفيلم وهو بيقولك إن الناس فاكرة نفسها أذكى مخلوقات في العالم، لكن الحقيقة هم تالت أذكى مخلوقات بعد الدلافين. الدلافين أذكياء جدا لدرجة إنهم دايما بيحذرونا إن الكوكب هيتدمر بحركاتهم، لكن إحنا اللي بنفتكرهم بيلعبوا. في النهاية بيقولك إن كل الدلافين هربت وسابت الأرض، وطبعا ده كله خيال مش أكتر. المهم بنروح لمنطقة ريفية في إنجلترا، وبيبقى عايش فيها أرثر اللي بيبان زهقان من حياته الروتينية، لكن حياته بتتشقلب في اليوم اللي اتفاجئ فيه بعمال بره البيت وعايزين يهدموه. بيتجنن أرثر وبيروح يرمي نفسه قدام المعدات عشان يمنعهم يهدموا بيته. فكبير المهندسين بيقول له انت كان ممكن ترفض القرار ده اول ما نزل من سنه، بس انت اللي مش في دماغك. بيقاطعهم واحد صاحبه اسمه فورد، واللي بيشتت العمال وبيجيب لهم بيره، وبياخد ارثر للحانه. هناك بيبدا فورد يعمل تصرفات غريبه ويقول انه كائن فضائي من كوكب تاني. ارثر بيفتكره بيهزر او اتجنن، لكن فورد بيفكره باول مقابله بينهم لما كان رايح يسلم على العربيات في الشارع، لانه كان فاكر ان دول البشر اللي على الارض. بس لحسن الحظ ارثر بينقذه في اخر وقت، عشان كده بيقول له فورد انه لازم ينقذه من نهايه كوكب الارض اللي جايه. ارثر ما بيحطش في باله، بيغير الموضوع وبيوري له صورة بنت على موبايله اسمها تريشيا، بس بيبان عليه انه حزين. بيحكي بقى قصتهم، وهي انه قابلها في حفلة، بعدها حبوا بعض، لكن المشكلة انها كانت عايزاه يروح معاها مدغشقر، وطبعا ارثر ما بيرضاش يسيب هدوء الريف في بريطانيا. هنا بقى بيقاطع كلامهم واحد اسمه زافود، وبياخد تريشيا بعيد. من ساعتها وارثر دايما بيفكر فيها. فجأة بيقاطعهم صوت الهدم، فبيطلع أرثر جري على بره، وبيبقى شايل هم بيته اللي اتهد. ومرة واحدة بيلاقوا مركبة فضائية كبيرة جدا وقفت فوق البيت، فبيخافوا وبيجروا، لكن فورد الوحيد اللي ما بيبقاش متفاجئ، وبيقول لأرثر يمسك فيه جامد. بيرفع ايده وبيفتح حلقة منورة بتاخدهم على طول على المركبة. المركبة دي بقى بيكون متحكم فيها نوع غريب من الكائنات واسمهم الفوجونز. المهم بيبعت القبطان رسالة لكوكب الأرض، وبيقول إنه كان في خطط عشان يبنوا طريق سريع في المجرة، وعشان كده هيدمروا الأرض عشان واقفة في طريقهم. وفعلا الأرض بتتدمر في لحظة. في الوقت ده بيعرف أرثر إن فورد كان صحفي، وهو اللي ألف كتاب نصائح عن الفضاء، وده بيبقى مكتوب فيه إزاي تروح لأي كوكب. بس أرثر ما بيهتمش وبيبقى عايز يرجع بيته، بس فورد بيصارحه بكل حزن إن خلاص الأرض اتدمرت. وفي الوقت اللي فورد كان بيدور على أي فجوة عشان يرسل أي إشارات بالخاتم بتاعه، بيقرأ أرثر في الدليل عن الفوجونز، وبيعرف إن شعرهم هو تالت أسوأ شعر على مستوى الكون، عشان كده بيعتبر أداة تعذيب. المهم أول ما بيشوفهم القبطان في الكاميرات بيحذرهم، لكن أرثر ما بيكونش فاهم حاجة من كلامه. فبيقوم فورد مدخل سمكة جوه ودن أرثر عشان تترجم له الكلام اللي بيتعذب من اللي بيسمعه، لكن أرثر ما بيفهمش القصيدة. وبعد ما بيخلص بيقول لهم إيه رأيكم في القصيدة؟ فأرثر طبعا بيكذب وبيقول له إنها عجبته جدا، لكن القبطان بيعرف إنهم كدابين طبعا، وبيطردهم بره السفينة. بيفضلوا عايمين في الفضاء، وبتتغير أجسامهم لحاجات غريبة كده، لحد ما بيلاقوا سفينة فضائية قدامهم، وبيلاقوا نفسهم جوه السفينة بس على شكل كنبة. بس أول ما بيصرخوا بيرجعوا لأشكالهم الطبيعية تاني، وبيتضح إن زافود هو رئيس المجرة، وبيشك إنه متراقب بسبب سرقته للمركبة واللي اسمها قلب الذهب. المهم بيقلق زافود منهم وبيفتكرهم مع شرطة المجرة. بتودلهم تريشيا إنسان اللي اسمه مارفن، وده بيكون إنسان اللي بائس ودايما كلامه سلبي. بياخدهم مارفن عشان يوديهم لزافود. وفي الوقت ده فوجونز بتطلق مركبات فضائية كتير عشان يدوروا على مركبة قلب الذهب، وأول ما بيشوفهم زافود بيبقى عايز يضربهم، لكن لما بيدقق فيهم بيفتكر فورد وبيحضنوا بعض، وبيبان إنهم قرايب من بعيد. أرثر بيتصدم لأنه بيفتكر زافود من يوم الحفلة، بس زافود ما بيفتكرهوش. بعدها بتظهر تريشيا وبيفرح أرثر لما بيشوفها، ولما بيحاول يكلمها عن الأرض بيروح لهم زافود وبيهدده عشان يسكت، وبيظهر له براسين وبيفضل يضربه عشان يحرجه قدام تريشيا. وقتها بتكون سفن الفوجونز وصلت، فبتتكلم نائب رئيس المجرة وبتحذر زافود عشان يسلم السفينة، لكن زافود ما بيرضاش وبيدخل بالسفينة أكتر للفضاء. وقتها بيتكلم أرثر مع تريشيا وبيعاتبها إنها سابته وراحت مع زافود، فبتقوله إنها من زمان كان نفسها تعيش حياة فيها مغامرة زي اللي عايشاها في السفينة الفضائية، وبتوري له كل الأجهزة العبقرية، واللي من ضمنهم جهاز بيجيب لها أي حاجة هي بتفكر فيها من غير ما تقول، وبتبقى فرحانة أوي في حياتها. وأثناء كلامهم بيخرج فارين من جيب تريشيا بيشرح زافود سبب سرقته لقلب الذهب، وبيقول إنه من كام سنة اتعمل كمبيوتر اسمه ديبسوت عشان يجاوب على الأسئلة الخاصة بالحياة والكون وكل حاجة. الموضوع ده خد 7 مليون سنة، وفي الآخر اتوصل ل 42 إجابة، لكن ما بيفهمش الناس ولا إجابة، عشان كده كان لازم يعملوا جهاز تاني أفضل. زافود بيكون عايز إجابة السؤال المطلق عن الشهرة، وعشان كده لازم يروحوا كوكب اسمه مارجراسيا، وده مش هيقدروا يوصلوا له إلا بمحرك سفينة قلب الذهب، فهيستخدموا حاجة اسمها عدم الاحتمالية،
ودي بتغير شكل السفينة للأشكال دي وبتنقلها لمواقع عشوائية، وطبعا التغييرات دي بتبقى على الركاب كمان، فبيتحولوا لتماثيل ثابتة، وده بيدي فرصة للفئران إنها تاخد كام شعر من راس أرثر. ولما بيرجعوا لشكلهم الأصلي بيكتشفوا إنهم وصلوا لكوكب اسمه فيلتفودل، وده بيبقى موطن منافس لزافود. فبينزل زافود للكوكب وبيقطع صلاتهم، وبيطلب من هيوما رئيس الكوكب الإحداثيات لكوكب مرجراسيا، وبرغم العداوة اللي ما بينهم بيوافق هيوما إنه يديله الإحداثيات بشرط إنه يرجع له مسدس أسطوري. وعشان يضمن هيوما إنهم هيرجعوه بياخد راس من الاتنين بتوعه. ولما بيخرجوا عشان يمشوا حسب الإحداثيات بيتفاجئوا إن الفوجونز محاوطين المكان وبيضربوهم بالنار، فبيجروا بسرعة وبيستخبوا ورا عمود. بتقوم تريشيا مفكرة في خطة هروب وبتمسك زافود وبتهددهم إنها هتقتله عشان يسيبوهم يعدوا، لكن للأسف بيمسكوها وبيعتقلوها عشان بيفتكروها هتخطف الرئيس بجد. وبيقدر زافود يهرب مع فورد وأرثر. زافود ما بيكونش همه تريشيا وبيبقى عايز يتحرك حسب الإحداثيات بسرعة، لكن أرثر بيتخانق معاهم عشان يروح ينقذها من الفوجونز. بيعرفوا وقتها كمان من النظام الاصطناعي للسفينة إن تم إلغاء نظام التوجيه، وده بيكون بسبب الفئران، وبكده ما بيكونش قدامهم غير إنهم يطيروا بالطريقة التقليدية. بعد لحظات بيوصلوا، بس زافود عشان بيبقى براس واحدة ما بيكونش قادر يفكر كويس، فبيحط فورد على راسه جهاز بيعصروا بيه ليمون عشان يدوا لعقله دفعة. ولما بيكونوا في طريقهم لسجن فوجونز بيظهر لهم نبات من تحت الأرض بيفضل يضرب فيهم كل ما بيعدوا خطوة، وفي النهاية بيقدروا يفلتوا من النباتات دي، بس ده بعد ما بيكونوا اتضربوا كتير قوي. في الوقت ده بيستجوبوا تريشيا وبتتفاجئ لما بتعرف إن الأرض اتدمرت، والسبب كان زافود لما وقع على أوراق تدمير الأرض، وكان فاكر إن دي أوراق تخص عقوبة خطف الرئيس. المهم بيبقوا عايزين يخلصوا من تريشيا وبيودوها الوحش عشان ياكلها. بيوصل أرثر وفورد وزافوت لمكتب الاستقبال وبيحاولوا يطلعوا قرار عشان ينقذوا تريشيا، وبيفهموهم إن تريشيا ما كانتش عايزة تخطف الرئيس وإن حصل سوء تفاهم، فبيوافقوا يدوهم القرار أخيرا. وفعلا بياخدوا القرار وبيروحوا ينقذوا تريشيا في آخر وقت قبل ما تتاكل، لكن لما بتشوفهم ما بتفرحش وبتضرب زافوت بسبب تدميره للأرض. المهم بترجع السفينة وبيتحركوا حسب الإحداثيات، بتفضل اشكالهم تتغير لحد ما بيوصلوا للكوكب. بيبقى زافوت فرحان جدا ومستعجل لدرجه انه بيتجاهل الرساله اللي بتظهر له واللي بتقول ان الكوكب مغلق مؤقتا، وبيصمم ينزل بالعافيه، لكن بيبلغوهم على الكوكب انهم هيرموا عليهم صاروخين، بس منظمه العفو الدوليه بتديهم ادوات تحمي يدويه عشان يتفادوا الصواريخ. طبعا ده بيدخل السفينه في حاله عدم توازن، فبيدوس ارثر على زرار مش معروف، وبعد فتره بيلاقوا نفسهم وصلوا بسلام بعد ما نجوا من الصواريخ اللي اتحولت واحد لوعاء والتاني لحوت. بيتشتتوا لما بيلاقوا بوابات كتير وبيتخانقوا عشان مش عارفين يدخلوا من انهي باب، فبيتفاجئوا ان تريشا دخلت من باب عشوائي وبيروح فورد وزافود وراها، لكن ارثر بيفضل خايف ومتردد، واول ما بيقرر انه خلاص هيروح وراهم بيلاقي الباب اتقفل، فبيفضل قاعد مع مارفن ومش عارف يعمل ايه. بعدها بيظهر له راجل اسمه سلارتي وبيطمنه على اصحابه وبيقول له انهم كويسين، وبياخدوا جوه اوضه فيها عوالم كتير، وبيقول ان وظيفته هي انشاء كواكب جديده، وشركته هي اللي عملت الارض، وهي كمان اللي هتعمل الارض تاني بدل اللي اتدمرت. استغفر الله. في الوقت ده بتكون تريشا وفورد وزافود وصلوا المكان فيه كمبيوتر الديب صوت، ولما بيسالوا زافود عن اجابه سؤاله بيقول له الكمبيوتر ان اجابه السؤال كانت على كمبيوتر على الارض، لكن خلاص فات الاوان والارض اتدمرت. فبيحسوا بخيبه امل، لكن بيكون لازم على زافود يكمل المهمه ويجيب المسدس لهيوما، فبياخد المسدس من جوه الكمبيوتر وبيتضح انه بيطلع نار، وده كان ستات البيوت عاملينه عشان ازواجهم تسمع كلامهم. فبتاخد تريشيا المسدس وبتوجهه ناحيه زافود، وبتبقى عايزه تنتقم منه على اللي عمله في كوكب الارض، وبتبقى ندمانه انها اختارته وسابت ارثر اللي بيفهمها. وفجاه بيتفتح باب وراهم وبيشوفوا نور قوي بيسحبهم. ارثر في الوقت ده بيسمع قصه انشاء الارض، وبيعرف ان الفئران هي اللي عملت الارض عشان تعمل تجارب على البشر، وخلت الناس يفتكروا ان هم اللي بيعملوا تجارب على الفئران. بعدها بيروح ارسل على نسخه الارض الجديده، وبيبقى فرحان انه شاف بيته تاني، ولما بيدخل بيشوف اصحابه متجمعين وبياكلوا، والفئران بيتكلموا معاهم وبيقولوا لهم انهم كانوا بيراقبوهم عشان يعرفوا اجابه السؤال النهائي للحياه، وحاليا بيبقوا عايزين دماغ ارثر عشان يعرفوا ينهوا التجربه. واصحابه للاسف بيناموا بسبب ماده في الاكل حطوها الفئران. بيأيدوه بيشغلوا المنشار عشان ياخدوا دماغه، لكن بيفضل يشتتهم ويتكلم كتير ويسألهم أسئلة فلسفية، وبيلاقي نفسه بيتكلم لا إرادي، وبيقول إنه اتبسط بحياته في آخر أسبوع أكتر من باقي حياته اللي عاشها، لكن الفئران ما بتهتمش بالمشاعر دي وبيقربوا المنشار من دماغه. بس ساعتها بيقدر أرثر يفك نفسه وبيموت الفئران بالخوذة اللي على راسه، وبيكتشف إنهم في الحقيقة شخصين فضائيين عملوا حاجة اسمها الفكر العميق. بعدها أصحابه بيصحوا لما بيحسوا البيت بيتهز، وبنكتشف إن مئات الفوجنز بره البيت وفاكرين إن زافود مخطوف وعايزين يرجعوه، فبيهربوا بسرعة وبيستخبوا ورا عربية،
وبتقع منهم البندقية بالغلط، ولما مارفن بيحاول ينضم لهم بياخد رصاصة في دماغه وبيقع وشكله بيبقى مات، فبيدخلوا جوه العربية والفوجونز بيفضلوا يضربوا العربية لحد ما بيقلبوها. ولما بيحسوا انه خلاص مفيش امل بنتفاجئ ان مارفن صحي وبيستخدم البندقية وبيوقعهم كلهم على الارض وبيستسلموا. وبعدها بيقول لهم الراجل اللي عمل الارض دي ان خلاص الارض جاهزة ويقدروا يعيشوا فيها، بس بيحس ارثر انه مش عايز يعيش حياة روتينية وبيطلب من تريشيا تفضل معاه. بيطلعوا على سفينة قلب الدهب عشان يكملوا مغامرتهم مع بعض، وعلى الأرض بتكون الحياة رجعت تاني زي ما هي. وهنا بنكون وصلنا لنهاية فيلمنا. شكرا على المشاهدة وسلام يا صديقي.